السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي أول مرة يشوف بيتك بسيط مع فاطمة ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. هتعملي ايه يا فاطمة؟ ده أرانب، يعني أرنب، يعني ده الأكلة المفضلة ليا لما بكون تعبانة. اليومين اللي فاتوا بصراحة كان عندي دوخة جامدة جدا ودوار. فسبحان الله أيمن اتصل بيا ولقاني دايخة وتعبانة، قال لي ماما وليه ما اتصلتيش بيا؟ كنت وديتك للدكتور. قلت له والله يا أيمن بقالي كام يوم بدوخ وتعبانة جدا. ففجأة لقيته جاي كده ايه بالليل وجايب لي أرنب كده كبير. فانا كنت نقعاه في معلقه طحينه ومعلقتين دقيق وليمونتين وشويه ملح، وسبته ساعة كده يتنقع. وهبدأ بقى ايه ان انا اشطفه من الخلطة ديت، اغسله كويس جدا. طبعا هنحضر الغدا بتاعنا وكمان هنخلص المطبخ ونحكي مع بعض كده وندردشه. فدعواتكم ليا ربنا يفرح قلوبكم يا رب ويرضيكم وما تحرمش منكم ولا من دعمكم. كل بناتي الجمال اللي بيتفرجوا على فيديوهاتي القديمة. فأكلة الأرانب من الأكلات الجميلة جدا اللي فعلا لو حسيتي بدوار أو دوخة أو تعب دور برد جامد جدا وبتاخدي مضادات حيوي قوية جدا، فلازم تاخدي معاها أكل مغذي ومفيد مع العلاج اللي انتي بتاخديه. طبعا الموضوع ده أنا أخدته من والدتي، يعني أنا ورثت الموضوع ده من والدتي الله يرحمها. كان عندنا اللي يعي على تروح طالعة فوق السطوح تذبح ديك بلدي، تمام، وتروح عاملهوله علشان خاطر يتغذى يعني ويقوموا كده. فدي من زمان يعني اتعودنا ايه على كده، ان هي دايما التعبان تروح دبحاله للديك البلدي وتقول له بصوا ده بتاع العيان. فتعمله بقى شويه شوربه خضار او تعمل له شويه لسان عصفور. المهم ان ياكل الاكله دي بيقوم يجري بعديها. اسمعوا كلامي بس. فالغذاء مفيد مع العلاج. تمام. انا بقى غسلته كده ايه مره واتنين وتلاته وبقى ريحته زي الفل. هسيبه بقى يتصفى كده ونشوف هنعمل معاه ايه، عشان خاطر طبعا انا مش هاكل لوحدي الصراحه يعني. هعمل اكله للاولاد جنب منه، والحمد لله ان انا عندي محمد ومحمود وايمن بيحبوا الارانب. ما عدا مين بقى؟ ما عدا اختي صباح وولادها بناتها وهبه وولادها برضو. ممكن يكون انس او يوسف، كنت فاكره مره اكلوا معايا. هنا الميه غليت، زي ما انتم شايفين هنزل بقى بالارنب بتاعي. واهم حاجه في الارنب ان انت تاكلي الراس، تمام، تبقى مفيده معاكي جدا. طبعا انا شلت صراحه الراس الايمن وسبت له منابه، ان هو كان جايب ارنب كبير جدا. ومحمود ومحمد وانا اكلت باللي فيه الكفايه. والشوربه بقى ما اقولكوش، الشوربه بتاعت الارنب مفيده، هي تبان قدام منكم ان هي خفيفه لكن هي مغذيه جدا جدا. حطيت بقى ايه، حطيت طماطمايه وحطيت بصلايه وحطيت فلفل اسمر وحطيت ملح ورق لوري وكمان حبهان انا كنت طحناه، بيدي ريحه جامده جدا لما بيكون مطحون. على العين التانية حطيت الحله كده وحطيت حبه شعريه كده حلوين، عشان انا اولادي بيحبوا الشعريه كتير في قلب الرز. نحمر الشعريه بقى بتاعتنا كويس جدا، تمام، ونشوف هنعمل ايه مع الارنب ده، يعني ايه اللي هيمشي معاه. ندي بقى تحميره كده جامده لغايه لما الشعريه بتاعتنا كده ايه تتحمر ويبقى لونها جميل جدا. تمام يا بنات، عملتوا لايك ولا لسه ما عملتوش؟ عملتوا لايك. نزلنا بالرز بعد ما غسلناه. لا ده لسه فطومه ما نزلش بالرز. ايه هتوهي ولا ايه يا فطومه؟ والله قعدت ادور على النضاره مش عارفه بتروح فين، بتختفي. وعندي 2 نضاره تاني بس واحده انكسرت من النص، كنت جايباها من العمره والله وانا في العمره، كانت غاليه عليا جدا. لما رحت هناك ما كنتش لاقيه نضاره نقرا بيها ولا الكلام من ده، فاشتريتها فانكسرت من النص. والتانية الودن اتخلعت. التالتة بقى مش عارفة راحت فين، بتختفي وتظهر بتختفي وتظهر. فاعذروني بقى لو في حاجة كده ايه عدت مني وانا ما شفتها. حمرنا الشعرية ونزلنا بالرز وادينا له تحميرة جامدة جدا، وفي الاخر حطينا حبة ملح وحبة فلفل اسمر. انا مش هحط شوربة من بتاعة الارنب، بس ايه هحط مية ايه عليه. بيبقى جميل جدا صراحة، لو بيت ولا اي حاجة ما بيحصلوش اي حاجة.
وتستخدميه ايه تاني يوم. لكن لما بحط شوربه عليه بتفضلي طول الوقت قلقانه، يبقى عايزه تشيلي في التلاجة كده، يا اما بتعملي ايه كميه محدوده على القد. ساعات بيفضل مننا الرز، ساعات العيال مش بتاكله رغم ان هم بيحبوه جدا، وساعات بيطلبوا يقولوا انت ما عملتلناش رز بالزياده ليه، مش تزودي رز. فبيحيروني، مره اعمل كوبايتين يقولي ما عملتيش ليه، ومره اعمل 3 الاقيه بايت. وانا بتضايق صراحه من الحكايه دي، احب الرز يبقى طازه كده اول باول. تمام، دي طريقتي في الرز. تحمر كويس جدا لغايه لما يبقى صوته كده باين في قلب الحله، بقى إيه محسول، محسول يخشول. المهم تسمعي صوته في قلب الحله، وانزل بقى بمعيار الرز، بمعيار الميه بتاعتي. انا كنت حاطه كوبايتين ونص رز. حطيت 3 كوبايات ميه. ليه؟ عشان عملت حساب الشعريه. خلاص نغطي بقى الرز بتاعنا كده ونسيبه يستوي كده على نار هاديه. وتعالوا كده اخدنا شويه شوربه زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. وتعالوا نشوفوا الارنب بتاعنا. بصراحه هو الارنب اخد سوا، بس في الاخر كان طعمه جميل جدا. وكده الرز بتاعنا استوي خلاص كده، نوطي عليه خالص ان هو قاعد لحاجات بسيطه. دي بقى الشوربه اللي هنعمل بها ايه، هنعمل بها الملوخيه. تعملي ايه؟ تحطي معلقه توم ومعلقه كزبره نيه في قلب الشوربه. اول ما الشوربه بتاعتك تغلي تنزلي بالملوخية بتاعتك. طبعا الملوخية دي انا مفرزاها في التلاجة، وكان اول واحدة اتكلمت على تفريز الملوخية بطريقة المصانع، وكنت صورتها بس من سنين قوي. لو حابين ترجعوا للفيديوهات القديمة هتلاقوني منزلاها. ليه؟ انا كنت شغالة في مصنع الخضروات المجففة، كان موجود عندنا في الأباري، كان اسمها شركة ادفينا، لو حد منكم يعرفها. فكنت عارفة كل التكات بتاعة التفريزات والكلام دوت. فكنت بفرز الملوخية، وكانت تقعد من السنة للسنة وتبقى خضرة وجميلة جدا. فحابين تشوفوا طريقة المصانع هتلاقيها موجودة عندكم في القائمة بتاعة الفيديوهات بتاعة فطومة. موجودة كل الطريقة، عندك القلقاس وعندك البامية وعندك السبانخ وعندك الملوخية. فالملوخية دي انا مفرزاها خضراء من غير تخريط ومن غير اي حاجة خالص. غسلتها ونشفتها، عبيتها في اكياس وشلتها زي ما هي. لكن التفريز بتاع المصانع هتلاقوه موجود في الفيديوهات. خلاص حطيت طبعا الملوخية وقلبتها في الشوربة بعد ما غليت بمعلقة توم نانية وكزبرة. قلبت الملوخية ودقت لها التوم بتاعها، حمرتها بحتة زبدة وشوية كزبرة، ورحت ايه نازله عليها بالملوخية. انا كده خلصت الغداء بتاعي وغديت الاولاد بس ما صورتلكوش الغداء والكلام ده كله. ليه بقى يا فطومه؟ عشان انا تعبت فعلا، ويا دوبك حطيت الغداء ودخت، وجا محمود راح مكمل وحط الاكل هو واخوه، وقعدوا اكلوا وحطوا لي انا اكلت، فما صورتش الجزء الاخير. اما ده ايه يا فطومه؟ طبعا جه بعديها تاني يوم المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. فقمت من النوم قلت يا بنتي ايه، يلا بينا نخلص المطبخ بتاعنا وننضفوه كده ايه مع بعضينا. كان في بنات من بناتي بيسالوا لي انت بتلمعي ايه الحلل ايه الالمونيا ازاي؟ انا بستخدم سلك المواعين بتاعنا العادي، وممكن تجيبي الصابونه اللي هي السودة دي او صابونه المواعين. في صابونه اسمها صلايت، ومش عارفه في صابونه اسمها ايه كده تاني. ده بيخلي المواعين بيلمع معاكي وجميل جدا. لو مش عايزه تدعكي الليفه في قلب الصابونه، ممكن تبشري الصابونه جامد جدا بالبشره اللي هي الناعمه، وتحطي عليها شويه ميه وتسيبيها على النار كده هاديه. الصابون ده هيسيح وهيفك ويبقى معاكي عامل زي الكريمي كده. ممكن تخففيه وممكن تسيبيه زي ما هو، تاخدي منه وتلمعي المواعين، بتبقى المواعين بتبرق وزي الفل. طبعا لما كان دراعي يعني قبل ما الاعصاب تتعب عندي كنت بتك على المواعين دي، ما اقولكوش كنت بخليها بتلمع. بس دلوقتي الحمد لله رب العالمين على قد ما اقدر انا بعملها. تمام. دي كانت طريقتي في تنظيف الالمونيا وكده للبنات اللي هم حبوا يسالوا على الطريقه ديت. وكمان في بنوته من بناتي، والله انا فاكراكي بس انا ما صورتش عشان ارد عليكي في التعليق، بتقولي انا باخد مصروف 100 جنيه، فانا اعمل بيها ايه ومعايا 5 اولاد ومش عارفه امشي نفسي. لو ال100 جنيه ديت بتاعت الغدا بس، هقول لك تعملي ايه. فاليوم اللي انت هتقضي فيه اكل اقتصادي، يعني انت لو عملتي عدس يعني انا من يومين جبت ربع عدس جبه، وجبت نص بتنجان كوبي، وعملت عدس بجبه، وعملت بتنجان. الموضوع كله ما كلفنيش 50 جنيه.
تمام، اتبقى معايا ايه 50، هشيلها لتاني يوم هيبقى معايا 150 جنيه. ال150 جنيه انا مش هقولك روحي هاتي بيهم فرخة ولا اتي منهم حاجة، لا هقولك برضو قضيها بأي حاجة موجودة معاكي، تبقى أكلة اقتصادية، هيوفر معاكي، هتيجي تاني يوم هتلاقي معاكي 200 جنيه. تمام، ممكن تجيبي بيها على قد امكانياتك وعلى قد ظروفك. ممكن تجيبي نص لحمه من عند فتح الله، او من عند في اللي هو العميد في الهانوفيل بيبيع لحمه مجمده وبرضه سعرها كويس. ممكن تجيبي نص لحمه وفي نفس الوقت هتطبخي للاولاد والاكل هيقعد معاكي لتاني يوم. تمام، لانش كده وفرتي ال 200 جنيه. هتعملي بقى اي حاجه موجوده عندك في البيت، شويه لوبيا، شويه فاصوليا، عندك حبه طماطم في التلاجة، ممكن هتشتري الرز وهتشتري اللحمه بس، وتطبخي اكله للاولاد، وتعملي حساب الاكل لتاني يوم يبقى معاكي. حبيبه قلبي، ياما مرت ظروف علينا وياما شفنا حاجات كتير، لدرجه احنا كان بتيجي علينا ايام بنخرط الطماطم ديت وعليها ملح وتوم وشطه، وكنا بناكلوا بيها. فاوعي تستقلي بال100 جنيه. والله والله في ناس بتدفع الدم معايا في الشغل وبياخدوا يوميا 25 جنيه عشان يقدروا يروحوا بولادهم بأي حاجة. ممكن يجيبوا فول بالطماطم بيعملوه، ممكن يجيبوا شوية بصارة بيعملوها، ممكن يجيبوا حبة بطاطس، وانا عارفة البطاطس بقت ب25 جنيه دلوقتي. بس لو دورتي هتلاقي الصغيرة بتتباع أقل، فهتجيبي وهتعملي. تمام. فلو رحتي السوق هتلاقي بطاطس صغيرة بسعر أقل، تجيبي لك منهم 2-3 كيلو تخليهم في البيت. ممكن تسلقيها، وممكن تهرسيها بفصين توم وتحبشي كده الأكل مع شوية بتنجان، تعمليهم مسقعة وهيومها هيعدي. تمام. ممكن تعمليها كمان بطاطس بوريه، هتسلقيها وتهرسيها بالبهارات بتاعتها، وتجيبي ربع لحمة مفرومة. تمام. هتخلطي الربع دوت مع شوية فلفل مع شوية حاجات كده، هتلاقيه زاد معاكي، وتعملي صينية بطاطس بوريه وهتاكلي وهتشبعي. فانتي بس اعملي كده ميزانية بال100 جنيه، وانت هتعرفي هتمشي بيها ازاي. انا ساعات بمشي بيتي اليوم ب50 جنيه، فيوم بمشيه ب50، ويوم بمشيه ب100، ويوم بمشيه ب200، ويوم بمشيه كده. بيبقى يوم كده ويوم كده ويوم كده. ولو بتاخدي مصروف شهري يبقى انت تريحي دماغك، ولو بتاخدي 3000 جنيه في الشهر هتاخدي 1000 جنيه هتجيبي بيهم خزين. معقولة 1000 جنيه هجيب بيهم خزين؟ هتجيبي بيهم خزين. زي ما انا قلتلك كده، هاتي شوية بطاطس صغيرة على شوية بتنجان، ولو لفيتي في السوق هتلاقي الاسعار مختلفة جدا. ولو جبتي فرختين وقطعتيهم قطع تكون يا دوبك كده متوسطة، وتعملي بيها ممكن 3 وجبات على قد ال5 تفرد، وتشيلهم في قلب التلاجة. لو طبخت يوم واحد في الأسبوع وبقية الأيام هنقضيها أي حاجة هتمشي معاكي. بس أهم حاجة دايما تقولي اللهم بارك، وانت بتعملي الأكل ادعي إن ربنا يبارك لك في رزقك ورزق جوزك والطعام اللي انت بتعمليه. والله العظيم هتنزل فيه البركة، وهتلاقيه هيفضل لتاني يوم. وربنا يرزقك يا رب، يوسع رزقك ويكرمك ويفرح قلبك ويرضيكي. بجد انا عارفة ان العيشة غالية وصعبة جدا على البني ادم، بس لو هنشغل بالنا باللي بيحصل حوالين مننا وبالاسعار هنتعب نفسيا. فاحنا نرضى باللي قسمه لنا ربنا، ونحاول نمشي نفسنا على قد الامكانيات اللي احنا اتحطينا فيها. تمام. فيا رب تكوني هتشوفي الفيديو دوت وتسمعي بالنصيحة بتاعتي، واللي انت عايزة تعمليه ممكن تعمليه بكرة بعده الكلام ده كله. يعني ال100 جنيه لو قدرتي توفري منها 10 جنيه حطيها على جنب، 5 جنيه حطيها على جنب، هتلاقي في اخر الاسبوع هتلاقي معاكي مبلغ، هتقدري ساعتها تقدري تجيبي نص لحمة وتطبخيه للاولاد. تمام. وممكن تجيبي اي حاجة وهتطبخيها للاولاد. في حاجات كتير جدا بتتجاب، مش شرط الفراخ تبقى كاملة، مش شرط اللحمة تبقى بالزيادة. في حاجات كتير جدا هتلاقيها وهتقدري، وربنا يبارك لك في رزقك يا رب، ويزيدك من نعيمه وفضله ويوسع رزق جوزك. حبيبة قلبي، ده كان فيديونا النهاردة، يا رب يعجبكم. ولو في أسئلة تانية اكتبوا لي في التعليقات، وانا هشارككم كل حاجة، وهكلمكم من خلال الفيديوهات. انا بحبكم في الله، وبقول لكل بناتي اصبري وطولي بالك. ما تجيش على جوزك، هي العيشه فعلا غاليه والدنيا صعبه جدا، والدخل اللي بيجي بيبقى يا دوبك على قد، ومشي بقى على قد كمان بيبقى عايز اكتر من اللي داخل.
فاحنا نستعين بالصبر والرضا، وربنا يكرمنا جميعا يا رب. وده كان فيديونا النهارده، ويا رب يعجبكم. واكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي ايه رأيكم. هل الكلام والتفكير اللي انا قلته لكم دوت هي مفيد لكل بناتي، ولا في بنات هتعترض وتقول لي هي ال100 جنيه هتعمل ايه؟ انا بقول لك ال100 جنيه هتقدري تمشي نفسك بيها. والله والله انا جيت عليا ايام ما اقولكيش عامله ازاي، ومش بحكي عشان انا عايزه البنات اللي طالعه لسه جديد وفاتحه بيت جديد ما تيأسي ولا تتعب ولا تشتكي لجنس بني ادم. الغير الشكوى لغير الله مذله. والله بكلمك بجد. اشوفكم على خير في فيديو جديد.